يعني ربنا مش عايزنا ما نكرهش. يا اخويا اكره اللي تكرهه وحب اللي تحبه، لان دي ملهاش قانون. هو في واحد يقول للواحد حب واحد؟ ابدا. ده كده يقول انا بحبه لله في لله، يعني مش لاقي سبب، وبكرهه ايه لله في لله. يبقى دي عواطف. ما دام عواطف خلي العاطفه دي لحد عاطفه، اوعى ترتب عليها حكم. مش اللي تكرهه بقى تذله، مش اللي تكرهه تظلمه للناس، مش اللي تكرهه تقعد تأذيه، لا اكرهه انت حر، انما بس ما تعديش الكره الى عمليه ايه نزوعيه. ولذلك ايه هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم لا يجرمنكم اي لا يحملنكم بغض قوم على ايه الا تعدلوا. ابغضوا زي ما انت عايز، ما قلناش ما نبغاش، لان دي عواطف ما نقدرش عليها خلاص، لكن ما ترتبش عليها ايه، ما ترتبش عليها ايه حكم. احنا قلنا زمان ان سيدنا عمر كان له اخ اسمه زيد وقتل، فلما قتل اسلم قاتله، فكان ساعه ما يشوفه يقول له يا شيخ ايه ازوى عني وجهك انا ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب شغله النسوان بقى. الله. يبقى اذا العواطف ربنا ما قننش ليه، بس ما ترتبش عليها حكم. ادي مجاهده العواطف. يبقى في مجاهده لمين؟ للغرائز، ومجاهده لمين؟ لسه ما طلعناش بره. قال لك قد تكون حياتك مستقيمه ورتيبه ومش عارف ايه، وتقدر تجاهد الغرائز وتجاهد بقى الايه، لكن افرض ان ربنا سلط عليك واحد جبار، قال لك تصبر بقى على ايذائه. افرض انه بيؤذيك في حق، علشان حبك للحق يجعلك تتحمل الايذاء بتاعه. اهو ده الابتلاء اللي احنا قلنا ايه ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ايه وصبر ونبلو ايه عال قوي لتبلون في انفسكم ايه واموالكم مش عارف ايه. الله. كل دي اسمها بلاءات. يبقى عايزه جهاد. جهاد ايه؟ انا ابتليت من مين؟ من واحد زي ليه عملت فيه ايه؟ انا ما عملتش فيه حاجه. اعرف ان ليك رب هياخد لك حقك، ما انتش من ساب انت وهو. ان قدرت تدفعها بالتي هي احسن كده او تعاقب بمثل ما عوقبت به فاعمل. لكن ربنا يقول بس لاحظ، ما دام قلت لك عاقب بمثل ما عوقبت به، المثليه لا يمكن انك تضبطها. واحد ضربني قلم، طب انا اضربه قلم مثله ازاي بقى؟ قال لا، طب ما يمكن انا ايدي شديده عن ايده، يمكن انا قوتي اكثر من قوته، ما اقدرش اضبطها. يقول لك على ايه بقى هندخل نفسنا في متاهه؟ ها بلاش بقى، خليها سلمها للايه والعافين عن الناس وخلاص وتنتهي. الله. يبقى ده جهاد للنفس ولا لا؟ طيب ده اذا كانت مصيبه لك غريم فيه قدامك كده وبتشوف هتكرهه وبدك